نتمنى لكم مشاهدة ممتعة. يلا نبدأ الفيلم ل5000 سنة في مدينة اسمها خندق، ونشأت قبل بابل والأهرامات. كانت مركز الحضارة والمعرفة. بنشوف الملك الظالم اسمه أكتوم، وكان مهووس بالسحر الأسود، وكل هدفه إنه ينضم لجيش الجحيم وياخد منهم قوة اسمها قوة سبق، ويصنع تاج مسبوك يخليه ملك لا يقهر. وعشان التاج تكمل قوته محتاج لحجر اسمه اترينيوم اللي بيحرسه السحرة الستة. علشان كده بيحتل مدينة خندق اللي يسكنها شعب ديتشا. وبعد ما استعبد أهلها كلهم خلى سكان المدينة يحفروا في الجبل وفي كل الأراضي اللي حوالين مدينة خندق عشان يلاقوا الحجر اللي بسببه ممكن يحكم الأرض كلها ويستعبد باقي العالم، وهيمنحوا قوة الأبطال الخارقين ويقدر يصحي جيش الجحيم. وفعلا أثناء ما العمال بتحفر، واحد من العمال بيلاقي حجر الإترينيوم، لكن العمال بيتلموا عليه عشان ياخدوا الحجر وياخدوا مكافئته. لكن بيظهر طفل بطل من وسط الناس وبيحميه وبياخده وبيخليه يسلم الحجر، وهم سعداء. طلبوا من الحراس انهم يرجعوا لان المهمة انتهت، لكن الحراس يقتلوا الراجل العجوز. فضل مستعبد الاهالي. طفل بيخطف الحجر وبيحاول يستدعي قوته السحرية علشان يحرر شعبه، وبيحرض القرويين ضد الملك وبيقول لهم انهم لازم يقفوا في وش الظلم ومحدش ينحني للملك ابدا. لكن الملك الظالم لما عرف عن التمرد أمر بقتل الطفل فورا، وبمجرد ما بدأوا في قتله بيختفي الطفل فجأة، لكن بيظهر في مكان تاني في عالم مختلف في مجلس السحرة، وموجود فيه السحرة الستة أصحاب قوة الحجر. وبيقول للطفل إنه شجاع وبطل، حبوا شجاعته وقالوا له عشان كده هنمنحك قوة أكبر من قوة الملك الظالم إذا قلت كلمة واحدة، وهي ساعتها كل قوتنا هتدخل جواك وهتكون قوي جدا وتقدر تهزم الملك بكل سهولة وتدمر التاج. وفعلا الولد بيعمل كده وبيقول شازام، وبيكون قوي جدا وجسمه أقوى. بيكون الملك بدأ في صنع التاج السحري اللي هيمنحه كتير من القوى السحرية لما يلبسه. فجأة الشاب القوي دخل قصر الملك اللي بيكون لابس تاج الشرير وبقى قوي هو كمان، لكن الشاب بيكون غاضب جدا وجاي ينتقم ويقول كلمة شازام. ودخل مع الملك في معركة تسببت في حالة من الفوضى وتدمير مهول. من شدة الغضب دمر المدينة كلها على الملك وعلى الشعب مع بعض. وبعدها السحرة الستة أخفوا التاج ودفنوا البطل معاه علشان ما يقعش في إيد البشر. وبيمر 5000 سنة وبنرجع للوقت الحاضر. تظهر لنا نفس المدينة لكن استولى عليها عصابة شريرة مسلحة بيظلموا الناس وبيدخلوا بيوتهم، استولوا على المدينة كلها بالكامل. وتكون العصابة لها هدف واحد، وهو الحصول على نفس التاج الملك الظالم اللي صنعه قبل 5000 سنة، لأنهم متأكدين إن التاج مدفون في المدينة. وبنشوف بنت اسمها أدريانا وهي كمان بتدور على التاج. وأدريانا علمت آثار وعندها خبرة كبيرة في اكتشاف الحاجات الأثرية القديمة، وده معناه إنها أفضل من العصابة رغم امتلاكهم الأدوات اللي تخليهم يحفروا بسهولة، لكن ما عندهمش أي معلومات عن التاريخ. وأدريانا بتروح كهف معين وبتكون عبارة عن معبد مليان طلاسم بلغة شعب ديتشا، لكن بتعرف تقراها كويس. وبتلاقي مقبرة البطل حارس التاج واسمه بلاك آدم، وبتكون أدريانا وفريقها سعداء بالاكتشاف. لكن بنكتشف إن واحد من أصدقائها اسمه إسماعيل متورط مع نفس العصابة اللي احتلت المدينة بأكملها. وإسماعيل بيختفي من الكهف وبيقتل صديق له من الفريق اسمه سمير، وبيتصل بأعضاء عصابته التانيين علشان يجوا الكهف. وأخيرا التاج بيظهر لأدريانا وتروح تاخده، لكنها بتلاقي العصابة وصلت للكهف وطلبوا منها تديهولهم وإلا هيقتلوا كل فريقها. وفعلا بتستسلم وبتدي لهم التاج، لكن بتقرا اللغة الغريبة دي وبتقول لهم كلمة شازام. ومجرد ما قالت الكلمة بيظهر بلاك آدم في الكهف وبدأ في قتال كل أفراد العصابة بسهولة ويقضي عليهم كلهم. أما إسماعيل اللي خان أصدقائه فبيتظاهر بالموت هناك. وبدأ الكهف يتهد، ولما بتخرج أدريانا من الكهف هي وعمها كريم بيتفاجئوا بجيوش من الطيارات ومن الأسلحة التقيلة محاوطين الكهف. لكن بلاك آدم بيقضي على الجميع بمنتهى السهولة وبيدمر الأسلحة كلها، وبيروح عند عربية أدريانا، لكن في واحد بيشحن صاروخ وبيرميه عليه. بلاك آدم بيمسكه، بيكون مصنوع من مادة الإترينيوم اللي اتصنع منها التاج. بيحس بألم وبسرعة بيقتل الشخص اللي ضربه الصاروخ، لكن الصاروخ بينفجر في ايده وبيأثر عليه وبيعوره لأنه مصنوع من الإترينيوم، وبيطير في السماء وبيقع تاني وبيغمى عليه وبيكون جسمه ضعيف واتضرر. وأدريانا لما شافته حست بالقلق وخدته معاها لبيتها. ومجرد ما رجع لوعيه بيكون أمون واقف جنبه، وأمون بيقول له إنه كان محتجز في الكهف من 5000 سنة، وإن دي نفس مدينة خندق لكنها اتغيرت بسبب الزمن والتطور. ويوريه التمثال بتاعه اللي بيكون أثره قديم مبني من آلاف السنين. وبيقابل أدريانا وقالت له إن المدينة محتاجة البطل اللي ينقذها من العصابة الشريرة اللي بتحتاج لها، لكنه بيقول لها إن مدينته عمرها 5000 سنة ودلوقتي اتغير كل شيء ومبقاش مسؤول لا عن المدينة ولا عن الناس، مش مهتم لإنقاذها. وبيخرج من البيت وبدأ يتجول وراح وقف قدام التمثال بتاعه وافتكر لما أخدوا أمه وقتلوها بسببه.
وطلب منها تسامحه، وبيكون أمون واقف بيتفرج عليه وكان مبهور بيه. بعدها بيظهر إسماعيل في الكهف وبيقتل آخر واحد من أفراد العصابة. بعدها بنشوف أماندا قائدة جمعية العدالة، ووظيفتها إيقاف الأبطال الخارقين والأشرار اللي بيظهروا من عوالم مختلفة. واتكلم المساعد بتاعها اللي بيكون بطل خارق هو كمان واسمه هوكمان، وبتقوله لازم نواجه البطل اللي هارب ونقبض عليه بسرعة عشان نثبت للعالم إن الأرض مش في خطر. وقالت له إنه بلاك آدم رجع، ولو ما وقفناهوش هيتسبب في الدمار لأن معروف عنه الجنون والغضب. وبدأ هو كمان يجمع فريق من الأبطال الخارقين، كل واحد فيهم له قدرة خارقة مختلفة واسمهم فريق العدالة، وبيتجمعوا كلهم في سفينة عملاقة مصنوعة من معدن غير قابل للتدمير، وبيستلموا المهمة وبيخرجوا بالسفينة عشان يدوروا على بلاك آدم. ومن ناحية تانية العصابة بتروح تدور على أدريانا لأنهم عرفوا إن التاج لسه معاها. وأمون بيشوفهم وبيستنجد ببلاك آدم لكنه مش بيهتم، وبتظهر أدريانا في الشارع وبتهاجمها العصابة لكنهم بيمسكوها. ومجرد ما بدأوا يهاجموا أدريانا وابنها بيوصل بلاك آدم في الوقت المناسب وبيقتل أفراد العصابة مرة تانية بمنتهى السهولة، لكن بيكون عددهم كبير جدا منتشرين في كل مكان، بتدور بينهم معركة كبيرة. في نفس الوقت بيوصل فريق جمعية العدالة وبينزل هوكمان بسرعة وعنده قدرة الطيران وبينقذ أفراد العصابة وبيرفض قتلهم غير بالقانون، لكن بلاك آدم بيرفض وبيقتلهم. بينزل بعد كده الساحر دكتور فيت اللي عنده القدرة على قراءة الأفكار ورؤية المستقبل، وهو أقوى واحد فيهم. وبدأوا يهاجموا بلاك آدم لكنه بيكون أقوى منهم ومش بيقدروا يعملوا معاه حاجة. بعد كده بتنزل سيكرت اللي عندها قدرة التحكم في الريح وبتعمل إعصار قوي وبتحاول تسيطر عليه، وبيشترك معاها آتوم سماشر اللي بيكون عنده القدرة على التضخم والعملاقة وبيمسك بلاك آدم، لكن في النهاية بيضربهم وبيهرب بعيد. دكتور فيت بيحس بوجود التاج مع أدريانا وبيطلب منها يبص عليه بصة، وفكروا مع بعض ازاي يضعفوا بلاك آدم لأنها رفضت وادتهم درس في الأخلاق، وقالت لهم إن ده بطل شعب خندق وبقالها 27 سنة تحت حكم الجيش وتحت حكم الميليشيات المسلحة، وما شافش الأمريكان ولا مرة بيحاولوا ينقذوهم، جايين دلوقتي يقبضوا على مالهم الوحيد. لكن هوكمان قال لها بلاك آدم ده مش بطل ومهمتهم محاربة الأبطال الخارقين مش الجيوش، وقال لها إن بلاك آدم دمر المدينة بالكامل قبل 5000 سنة، وقدروا يقنعوا أدريانا ويوصلوا معاها لحل وسط. وبعد ما وروها المخطوطات الحقيقية لبلاك آدم وأخدتهم علشان يقعدوا مع بلاك آدم ويتكلموا معاه بالعقل، كل واحد يقنع التاني بوجهة نظره، ينهوا المعركة من غير مشاكل. وتروح عشان تقنع بلاك آدم وبتحكي له اللي عرفته، وقالت له إن هو مش بطل ولا حاجة لأن السحرة لما ادوله قوة شازام استخدمها في الانتقام، مع إنه كان عنده فرصة يرجع التاج وينقذ المدينة، لكن غضبه دمر المدينة كلها. عشان كده مجلس السحراء غضبوا منه وحبسوه وحطوه في سجن لعنة ما يخرجش منها. وبلاك آدم قال لها إنه عمره ما قال على نفسه بطل، واقتنع فعلا يتكلم معاه. وبنرجع لبيت أدريانا وبيكون داخل إسماعيل وقعد يتكلم مع عمها كريم، وبيدخل أمونه ومعاه التاج في الشنطة، وهدد أمون بالمسدس وأخد منه الشنطة، لكن كريم بيضربه وأمون بيهرب بالشنطة تاني، وبيستدعي أفراد العصابة المسلحة وبيحاصروا أمون. وإسماعيل بياخد الشنطة من أمون لكن مش بيلاقي فيها التاج، وبيخطف أمون بموتوسيكل طائر من بتوع العصابة ويهرب بعيد، لكن أمون بذكاء بيتصل بأمه وبيقول لها إن إسماعيل خطفه. وأدريانا ترجت بلاك آدم إنه ينقذ ابنها زي ما أنقذها في الكهف، وبيوافق فريق العدالة وبيشتركوا معاه في البحث عن أمون. وهوكمان قبض على 2 من العصابة، وبلاك آدم عرف منهم مكان إسماعيل، واتضح إنه خباه أمون في مكان سري في الصحراء اسمه منجم الحديد ملك العصابة انتر جانج، وبيكون إسماعيل رئيس العصابة. ولما وصل بلاك آدم وأعضاء جمعية المكان لقوا متأمن بجيش مسلح مهول، طبعا بلاك آدم هزمهم كلهم. ولما دخلوا المنجم لقوا إسماعيل مأمن المكان بمادة الإترينيوم عشان بلاك آدم ما يقدرش يهاجمه، ولقوا إن إسماعيل حاطط مسدس على راس أمون. وهنا بيقول لهم إسماعيل أنا عايز التاج وإلا هموت أمون، وأدريانا فورا بتديله التاج رغم إن فريق العدالة حذرها. وإسماعيل بعد ما أخد منهم التاج قال لهم أنا آخر واحد من سلالة الملك أكتون اللي قتله بلاك آدم من 5000 سنة، واتنقلت القصة من جيل لجيل عشان يستعدوا تاج سبك اللي صنعه أجداده. وبرغم إنه حصل على التاج لكنه أطلق النار على أمون، وبمجرد ما شافوا بلاك آدم بيطير بسرعة عليه وبيقف قدام الرصاصة وبينقذ الطفل، وبيتملي بالغضب وبيحرق إسماعيل والمنجم كله وبيتدمر تماما، وفريق العدالة بينقذوا الأم وابنها. وهنا بلاك آدم قول لهوكمان سر كبير جدا وقال له إنه قبل 5000 سنة كان عنده طفل اسمه حور. الطفل ده رفع صوته في وش الملك، ولما قرر الملك قتله اختفى وراح للصحراء،
واخد قوتهم، لكن الملك الظالم قتل أمه وعذبها وكان على وشك الموت وما قدرش يعمل حاجة. كان قليل الحيلة وحزين. بعدها رجع ابنه وعنده كتير من الصلاحيات، ولأنه بيحب أبوه اداله كل سلطته ونقلها لأبوه. لكن جنود الملك قتلوا ابنه بين إيده، وساعتها اتملى بالغضب وقتل الملك والشعب ودمر المدينة ومبقاش يقدر يسيطر على قوته المهولة. اللي اكتشف بعد كده إنها لعنة حطوها عليه السحرة الستة. علشان كده السحرة قرروا يحبسوه مع التاج للأبد، وإن التمثال ده تمثال ابنه حورت، لحد ما جت أدريانا وأيقظته مرة تانية وقال لهوكمان إنه قرر يستسلم وإنه سلطته علشان محدش يتأذي تاني بسببه. لكنه قال لهوكمان لازم تمنعني أقول كلمة شازام مرة تانية عشان مرجعش للعنة تاني. بعدها قال كلمة شازام ورجع لشكله الطبيعي، ومعندوش أي قوة خارقة في الوقت الحالي. وأخيرا تم وضع بلاك آدم في المية، تم وضع جهاز في بقه عشان ما يعرفش يتكلم، وده يعتبر سجن صغير اتحط فيه بلاك آدم وهيفضل في حالة ثبات للأبد. وبيكون معاه كتير من الأبطال الخارقين محبوسين هناك. ومن ناحية تانية بيظهر إسماعيل بعد ما دخل عالم الجحيم، واتضح إنه عارف من البداية إنه عشان ياخد قوة التاج لازم يمسك التاج في إيده وحد يقتله عشان ينتقل للجحيم. وفعلا بيقابل الشيطان وبيدوله قوة التاج واسمها سبك، وبيقول كلمة سبك وبياخد قوتهم وبيتحول لشكل الشيطان زيهم، وبقى بطل خارق شرير وبيرجع للعالم الحقيقي ويهاجم فريق جمعية العدالة. وبدأ في التدمير في كل مكان، ودخلوا معاه في معركة كبيرة، لكن قوة سبك مهولة وما قدروش يعملوا معاه حاجة. ودكتور فيت بيستنسخ من نفسه أشكال متعددة وبيحاول يمنعه من الجلوس على العرش، ومع ذلك ما قدرش عليه، ولكنه فضل يعطله واتصل ببلاك آدم من خلال التخاطر وأيقظه، لأنه هو الوحيد اللي يقدر على سبك، وقال له إنه محتاج مساعدة فورا وبينجح في تحرير نفسه. لكنهم يمنعوه يشيل الجهاز من بقه، ومع ذلك قدر يهاجمهم وينتصر عليهم رغم ان قوته لسه مرجعتش. وبيخرج من المية ومجرد ما قال كلمة شزم رجعت له قوته مرة تانية، ومن غير ما يضيع وقت راح فورا لسبك. وبيكون دكتور فيت لسه بيقتل سبك، وبمجرد دخوله بقى فريق العدالة دكتور فيت بيخلع القناع بتاعه وسبك بيقتله فورا. وهو كان وباقي الفريق بيحاولوا يعطلوه سبك من الجلوس على العرش، لكنه بعد فوات الأوان لأن سبك وصل للعرش وأيقظ جيشه وانتشر في المدينة وبدأوا عملهم في تدمير الأرض. وإسماعيل اللي اتحول للشيطان سبك أول حاجة بيعملها بيهد تمثال حور وبيقع فوق أمون، لكن بيوصل بلاك آدم وبيرجعوا التمثال مرة تانية، وبتدور بينه وبين سبك معركة كبيرة. وبلاك آدم جسمه بيتضرر من قوة الشر وسبب بيقتل هوكمان، لكنه اتضح إن الدكتور فيت نقل له كل الصلاحيات قبل ما يموت، وهو كمان استنسخ نسخ كتير منه وهاجم سبك. وبيكون كل الأهالي في الخارج متحدين ضد الجحيم وبيحاربوهم بكل قوتهم. وبلاك آدم بيمسك راس سبك أخيرا من قرونه وبيقسمها نصين وبيقضي عليه وعلى شره، وبيرجع السلام للأرض مرة تانية وبيختفي جيوش الجحيم، وبدأ كل شيء في التحسن. وسكان المدينة هتفوا باسم بلاك آدم باعتباره بطل مدينة خندق. بعدها بلاك آدم بينزل للكهف، وأماندا بتكلمه هناك من خلال طيارة درون، وقالت له إن مدينة الخندق هتكون السجن بتاعه ومش مسموح له يخرج منها أبدا، ولو حاول يخرج هتخليه يندم. لكنه قال لها إنه محدش يقدر يوقفه أبدا، فقالت له إنها تبعت له قوات من خارج الكوكب. فرد عليها إنه فجر الطيارة بتاعتها وبتعمل له سحابة من الدخان في كل مكان. وفجأة بيخرج سوبرمان من الدخان وقرب من بلاك آدم وقال له عايزين نقعد نتكلم. وهنا بيخلص فيلمنا. أتمنى لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناة. شكرا لكم يا اخواتي.